عارفين صاحبكم بتاع الفوتوشوب اللي بيعدل لك صورك ببلاش؟ اهو كبر دلوقتي وبقى اسمه جرافيك ديزاينر، وبقى بيشتغل على النت وبيقبض بالدولار كمان. اهلا بيك في فيديو جديد من سلسلة الفريلانس من الصفر الى الاحتراف. وزي ما وعدتك اني همشي معاك خطوة بخطوة، فانا جاي لك النهاردة بتاني مجال معانا، وبقول لك محتاجك تركز النهاردة معايا جامد جدا. الجرافيك ديزاين يعني اني اجمع صور مع نصوص مع الوان عشان امثل فكرة معينة لحاجة موجودة وملموسة. براند شنط مثلا هعمل لها لوجو، فالبراند حاجة موجودة فعلا سواء على ارض الواقع او اونلاين، او لحاجة لسه مش موجودة وعايزين نعمل تصميم معين ليها عشان نتخيل شكلها. المهم ان مجال الجرافيك ديزاين محتاج حد يكون دقيق، عنده نظرة فنية، مبدع ومبتكر، بيعرف يطلع بأفكار بره الصندوق، بيعرف يلعب بالألوان والصور والكلمات، بيعرف يفهم اللي قدامه كويس، لأنه هيكون حلقة الوصل بين فكرة العميل والنموذج اللي هيتنفذ فعلا. يكون صبور ومرن، لأن المجال بيحتاج حد هادي عشان يعرف يتعلم صح وما يكونش مستعجل. طيب مجالات التصميم بقى وأقسامه زي ايه؟ عندك التصميم الإعلاني، وده اللي لما عينك بتقع عليه بتشوف فيه أول حاجة إنه إعلان، لأن الحتة المهمة دي هي إن الجرافيك ديزاينر بيبقى لاعب على ظهورها، عشان لو محدش كمل قراءة بيبقى وصل هدفه. التصاميم دي بقى زي البوسترات بتاعت إعلانات التوظيف، أو إعلانات منتجات مثلا، أو كورسات أو عقارات أو غيرها. عندك منشورات الفيسبوك والإنستجرام اللي الصفحات بتنزلها لما يكون عندها عرض معين أو تحديث معين، بتلاقي ليها طابع خاص ودايما بتستخدم نفس الألوان عشان البراندنج. والجامعات مثلا لما تنزل عن مؤتمر معين أو غيره، وكذلك أي حد بينزل محتوى على السوشيال ميديا. عندك تصميم الهوية البصرية اللي هي اللوجو بتاع البراند بألواناته بسلطاته ببابا غنوجاته. عندك تصاميم التعبئة والتغليف، زي اني اصمم نموذج معين للباكجينج اللي هي التعبئة بتاعت منتجات شركة معينة، ممكن تكون كيس قهوة، ممكن يبقى باكس، ممكن يبقى ازازة. عندك المطبوعات زي الجرايد والمجلات، وده ما بقاش دارج قوي دلوقتي لان احنا بقينا في عصر التكنولوجيا وكل حاجة بقت ديجيتال. عندك التصميم البيئي، وده التصاميم الهندسية كده، أو إني أعمل نموذج على ورق لمكان كتخيل ليه. لو بجمع صور لمشروع مثلا هعملها على أرض الواقع وعايز أشوف ممكن يكون شكل المشروع عامل إزاي. دي كده بعض الأمثلة على أقسام الجرافيك ديزاين، لكن مش كلها، هي على سبيل المثال لا الحصر. بشكل عام كل حاجة فيها صور وخطوط وألوان هي تصميم عدى بمراحل كتير قوي عشان يوصل لك. ودلوقتي أنا هقولك عشان أعمل تصميم لازم أكون عارف عناصر التصميم الأول، ألا وهي اللون. الألوان ليها مدلولات كتير وبتدي إيحاءات مختلفة، فلازم أعرف هستخدم لون إيه وليه، وهستخدم ألوان باردة ولا لون من الألوان الساخنة، ده بارد ده ساخن، اللي هي الألوان الرئيسية. ولازم أعرف إن اللون بيأثر على العملاء تجاه البراند بتاعي من خلال الشعور اللي بيوصل لهم من خلال اللوجو بتاعي مثلا. فمش هروح أعمل لوجو شركة عقارات بلون بينك، مش بعيد تلاقي حد مجنون عاملها، ما احنا في زمن ملوش ملامح. عندك الخط، ومش قصدي الخط الكتابي، لا، الخط اللي بيوصل ما بين نقطتين ده. بالخطوط دي ممكن تعمل تصميم كامل بدون استخدام أي حاجة تانية. والخطوط ليها أنواع، عندك خط مستقيم وعندك خط متعرج أو متقطع، وكل خط ليه مدلول حسي معين. يعني مثلا الخط المستقيم بيعبر عن الهدوء والاستقرار، عندك الخطوط المتقاطعة بتعبر عن الحيوية والحركة والتفاعل، وهكذا. كل خطوة هنا ليها مدلول. عشان كده قلت لك في الأول لازم يكون شخص عنده نظرة فنية ودقيق، لأن هنا كل خطوة بحساب. عندك النقطة زي الخطوط كده، ممكن تطلع منها تصميم من مجرد اللعب بالنقط جنب بعض مثلا، أو إنك ترسم بيها شكل معين. عندك الشكل، واللي ممكن يبقى منتظم زي الأشكال الهندسية المعروفة، المثلث، المربع، الدائرة، وهكذا. أو أشكال غير منتظمة زي الأشكال المستحدثة الكتيرة والأشكال اللي موجودة حوالينا في الطبيعة. عندك الملمس، يعني في حاجات بيبقى ملمسها ناعم وحاجات ملمسها بيكون خشن. مثلا البانر بيكون ملمسه خشن شوية، أما اللوجو بيكون ملمسه ناعم، وهكذا.
عندك النمط او الباترن. النمط اني اكرر رسم زخرفي معين كذا مرة فبيعمل لي في الاخر تصميم عبارة عن شكل واحد متكرر، والانماط دي بتستخدم كتير في اللبس او المنسوجات او غيره. عندك القيمة، والمقصود بيها درجة الاضاءة. في حتت في التصميم بتكون معتمة، وفي حتت بتكون مضيئة، ودي بتكون الاعلى قيمة. انا كده خلصت لك عناصر التصميم. لو ركزت هتلاقي انك جمعت تكوين التصاميم اللي بتشوفها حواليك في حياتك اليومية العادية. في الاول وفي الاخر كل حاجة عبارة عن شوية ادوات وفن عشان نلعب بالادوات دي صح. دلوقتي بقى هروح بيك عند اسس التصميم. ايه هي الاسس دي بقى؟ اول حاجة وهي الوحدة، انك تبص كده على التصميم تشوفه كله مرة واحدة، ما تركزش على حتة معينة. بعدين تبدأ تركز على التفاصيل، وده دليل على نجاح المصمم وانه حقق اهم حاجة في العمل وهي وحدة العمل ككل. يعني كل عنصر فيه في مكانه الصح وكل العناصر متوازنة ومتنوعة. تاني حاجة التوازن، وهي اني ما احسش ان كل العناصر متجمعة في حتة واحدة وباقي التصميم فاضي مثلا. لا، كل حاجة بتكون متوزعة بتناسق وتوازن في المساحة بتاعتي كلها. بعد كده الحركة، اني ابص للتصميم ثابت واحس ان في حاجات بتتحرك. ده بيكون عشان المصمم قاصد يوزع العناصر بطريقة تحسسك ان العناصر دي بتتحرك، فانت بتشوفها كده زي خدعة بصرية يعني. واللي شبه كده هو الايقاع، زي الصور اللي بنشوفها لما بنيجي نقرب ونبعد منها كده وتلاقيها بتتحرك بزغللة في العين كده، ده الايقاع. بعد كده التباين، وهو ان مثلا عندي عنصرين مهمين، واحد اساسي وواحد ثانوي، وانا عايز في التصميم اني اظهر العنصر الاساسي فهغير الخط او اللون او الحجم، فبالتالي التركيز هيكون عليه هو. بعد كده التركيز، وهو اني اوضح جزء معين من التصميم بغرض التركيز عليه، شبه التباين كده شوية، بس محتاج ان انا ارسم مثلا دايرة حوالين الحاجة اللي عايز اركز عليها والعب في مكانها وكده يعني. بعد كده التنسيق، يعني العناصر تكون في أماكنها الصح مش متوزعة بشكل عشوائي. بعد كده التناسب، يعني مثلا حجم الدايرة اللي في التصميم بالنسبة لباقي التصميم، هل مقاسها مناسب ولا واخدة مكان أكبر من حجمها ولا أقل من حجمها؟ العلاقة بين عنصر معين وباقي التصميم، ده اللي هو التناسب. عندك المحاذاة، يعني احط العناصر جنب بعضها في صف متساوي عشان اعمل تناسب. نيجي بقى لبرامج الجرافيكس ديزاين. عندك ادوبي فوتوشوب، وعندك ان ديزاين، الستريتور، عندك فيكتور، وعندك سكتش، وعندك انكسكيب. ولو لسه هتبدأ من الصفر فعندك كانفا، حلو جدا بيمشي معاك خطوة بخطوة، وبيكون فيه نماذج جاهزة تقدر تعدل عليها وتتعلم فيها لحد ما تقدر تعمل انت ديزايناتك الخاصة بيك. وهتلاقي كورس احتراف كانفا موجود على منصة زدني برضو. نيجي بقى نحسب شغلنا ازاي بعد ما نكون خلاص الحمد لله عندنا بورتفوليو هايل وبدأنا ننزل شغل وجالنا شغل فعلا. اتكلمنا قبل كده عن مقارنة أسعار زمايلك في المجال وإنك بتاخد بالمتوسط، لكن تقدر تضيف عليها عامل تاني في التقييم، ألا وهو تقديرك لساعة الشغل بتاعتك كام، والشغل ده هياخد منك وقت قد إيه، وتضرب عدد الساعات المتوقعة في أجر الساعة بتاعتك ويطلع لك الناتج في الآخر. خلي بالك الأسعار ممكن تزيد أو تنقص حسب نوعية الشغل وحسب الشغل ده دايم ولا هو المشروع ده بس وخلاص. وزي ما قلت لك قبل كده أنت بتبدأ دلوقتي، فمش مشكلة لو بدأنا بالقليل وبعد كده بنزود السعر زي ما جودة شغلنا بتزيد. وعلى فكرة هما بيقولوا إني أفكركم تعملوا لايك وكومنت وكده. يعني هتسألني هما مين اللي بيقولوا، هقولك ما اعرفش، فاعمل لايك وكومنت وخلاص. اوكي بس كده. دي كانت لفة سريعة على الجرافيك ديزاين، واستنوني في الحلقة الجاية مع مجال تاني من مجالات الفريلانس. سلام.